عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. الشتا دخلت وروايح الشتا دخلت، ودخل معاها ايه بقى؟ جسوت. عارفين الناس اللي بيجيلها اكتئاب ما بين الفصول؟ دول مش الناس، لا دول انا. بيجيلي اكتئاب ما بين الفصول، ببقى مش عايزه حاجه من الدنيا غير ان انا اكل وانام بجد. ف بحس ان انا عايزه انام كتير، مش بشبع نوم، وبحس ان انا عندي خمول، وبحس ان انا عايزه اعيط. اه والله العظيم عايزه اعيط على اي حاجه. فتعالوا شجعوني ونشجع بعض يعني انتوا شجعوني وانا اشجعكم، وهشجع الناس اللي زيي معاكم. فاهمين؟ فاللي هيشوف الفيديو ده وعنده نفس اللي عندي يقوم كده ويصلي على النبي ويستغفر كتير ويصلي ويبدأ يعمل حاجته ويخلص حاجته، لان خلاص ما في، هنروح فين؟ مفيش حته. مين هيجي يعمل لنا؟ مفيش حد هيجي يعمل لنا، احنا نعمل لنفسنا. انا بعد ما نمت 16 ساعه تقريبا زي الحامل في التوأم بالظبط، قمت بقى قلت لا ما بديهاش بقى، اقوم اعمل اللي ورايا. بعد ما بدأت واتنشطت حسيت ان انا عايزه ارجع انام تاني، فرقعت بالصوت قدامكم زي ما انتم شايفين كده. ما كنتش عارفه ابدا منين ولا ابدا ازاي، وعماله اقول لنفسي اعملي لك بنت كوبايه شاي وخشي نامي، وحته تانية تقول لي خلاص انت جهزت المساحه بقى، امسحي بقى امسحي بقى واغسلي المواعين واطبخي عادي. ف قلت همسح عادي. اتغلبت على شيطاني وقلت همسح. راحت المساحه معكساني يعني. فاهمين؟ انا اصلا في حته صورتها اللي هي عارفين الرف اللي بيبقى بيشيل بيسحب الميه اللي هو تحت الكوبايات في المطبقيه، بيبقى في رف كده، في ناس مطبقيتها مفتوحه على الحوض بتنقط، وفي ناس بتبقى ليها رف. انا عندي الرف ده فشلته عشان اغسله، فطلعت الكوبايات والسلاطين والحاجات دي، وهم اللي قدامكم دول على البتاع، طلعتهم وغسلتهم يعني. بس هي تقريبا المساحه كانت ممتلئه فما كانش بيصور وانا مش واخده بالي. انا قلت بس اعرفكم قصه حياه الكوبايات الكتير اللي قدامكم دي. هم كانوا كتير، معرفش تقريبا مستخبيين قدام كده مش باينين كلهم. راحت المساحه عاملاها معايا، وراح المسمار بايظ تاني. فانا مضطره اعمل نداء عادل الى جوزي تاني واقول له انا هحاول قدام الكاميرا اعملها بالمفك. فانا فضلت حوالي اكتر من نص ساعه اعملها بالمفك، وفي حاجه جوايا عماله تقول لي ارمي المساح، ارميها ارميها، تتحرق المساحه على المواعين على المطبخ، كله اي حاجه النهارده. اعملي عدس تاني، كده كده العيال بيحبوه. اعملي اي حاجه سريعه، اعملي مكرونه وبطاطس، العيال بيحبوها. انا اساسا صحيت من النوم لقيت المطبخ متبهدل نتيجة ان في حد احنا مش عارفينه مين، حد غامض صحي الساعة 4 الفجر عمل مكرونة وبطاطس، ده العشاء. طب ما هو ممكن نتعشى سندوتشات ناشفة، بسم الله ما شاء الله مليكة بنته طلعوله مستحيل تاكل سندوتشات، لازم في الفطار والعشاء كده ايه، بتحب الحاجات الحرشة. يا ريت بيبان عليها، يا ريت. لا انا والشفا على قلوبهم. مش مشكلتي في الاكل، مشكلتي في البصل اللي بيبقى واقع في الارض. وما علينا ما علينا ما علينا، عشان كده بقول اسرار البيت كله. انا بعد يعني مشقة قدرت ان انا الصمها، ما صلحتهاش يا دولة، انا ما صلحتهاش، لصمتها ومشيتني وحاولت امسح بسرعة عشان خاطر ايه، ما تبص يعني قبل ما تبص وكده وخلاص. ومسحنا المطبخ وظبطنا الدنيا. وهنا كنت مطلعة مفضية التلاجة كلها من العلب والحلل، وطبعا المكرونة اللي معمولة والحاجات الجميلة دي بالهنا والشفا. يا رب الف هنا والشفا، عشان خاطر ايه محدش يجي يقول لي انت بصيتيلي فيها. ها، هنغسل بقى المواعين مع بعض واكلمكم شوية عن الاكتئاب بقى. تعالوا انتوا بتحبوا الحتة دي، قلت اخدكم معايا جوه قلب الحلل كده عشان ايه نبقى مع بعض اكتر. بالمناسبة يا جماعة، بمناسبة ان احنا عايزين نبقى مع بعض اكتر، انا كنت بنزل اسك هنا على الصفحة. ما كانش بيجي ريبلاي كتير عليه عشان برضو ما كنتش كذابه يعني، كان بيجي ريبلاي قليل جدا. فده ما شجعنيش ان انا اعمل اسك كتير يعني. بس انا اوريدي عندي انستجرام كلكم عارفينه، او يعني شويه منكم عارفينه. اللي مش عارف يروح يعمل فولو عشان هنزل اسك كل يوم، وده هيقربنا من بعض اكتر. ودي حاجه انا حباها الفتره دي يعني. انا في الاول كنت بستغرب الناس اللي بتنزل اسك كل يوم يعني، بس لا انا بجد بقيت بحبكم، بقيت اتعودت عليكم وجودكم في حياتي، بقيت حاسه ان انا عايزه اعرفكم زي ما انتوا عارفين يعني، زي ما انا بعرفكم على نفسي انا كمان محتاجه اعرفكم. فدي حاجه حلوه جدا. وكمان هنساعد بعض اكتر في ايه، ان انت مثلا ممكن عندك مشكله ومفيش حد حواليك تحكيها له،
مش عايزه تعرفي حد مثلا، احنا في الاسك ولا هيظهر اسمك ولا هيظهر انت مين. وبالعكس هتلاقي حد تفضفضي معاه، وممكن اقول انا او اي حد في الكومنتات راي يساعدك، فكلنا هنساعد بعض يعني. وانا لو غلطانه في حاجه انتوا هتقولوا لي، واحنا اسره بقى مع بعضينا. والكلمتين دول، فاعملوا فولو للانستا امنيه عاشور برضو 90 ليه؟ قولي لي 90 ليه اقول لكم، عشان خاطر ما فيش في امنيه عاشور غيري كتير، فانا لازم كنت ابقى امنيه عاشور جنبي حاجه، فاخترت 90 ليه برضو. قولوا لي، ما اعرفش، جت كده صدفه، ما علينا. هستناكم بقى على انستجرام، وخلونا نكمل موضوع الاكتئاب، تغيير الفصول. هذا الاكتئاب شاق جدا للغاية، محدش بيفهمه. انا ما فهمتش نفسي فيه غير قريب يعني. في الفترة دي كنت انتوا عارفين في الشتاء بيقولك الناس بترجع للاكس، والناس بتحن للعلاقات القديمة، مش عارف ايه. انا العكس، والله العظيم انا بالعكس. انا مش طايقة حد. انت بتقول لي انا الكلمتين دول وعيط؟ طب ما انا يا بنتي طول السنه اقول لك نفس الكلمتين، هم. لا 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 لا، المره دي غير. ايه الجديد في المره دي؟ ما هي ده بالعكس، انا ساعات بقول لك اكتر منهم ما بتتاثريش. لا 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 لا، المره دي انت قاصد وقاصد وقاصد وقاصد، واكيد في دماغك كذا وكذا وكذا، واكيد الموقف بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت مأثر فيك لدرجه ان انت بتردها لي السنه دي. طبعا ده انا بدي مثال على علاقتي بجوزي يعني. وده بيحصل مع الناس كلها، مع اصحابي، مع ولادي. بس بحاول افصل مع ولادي شويه، بس اللي هو بكون ايه، مش طايقه بجد، وبعيط كتير واقعد بقى سرحانه في البلكونه بشرب قهوه واعيط. لا اله الا الله. اتخيل بقى حد بحبه بيموت، بعد الشر ربنا يخليهم لنا كلنا. اتخيل بقى جوزي بعد الشر عمل حاجه تضايقني، يعني حاجه صعبه جدا مش هينفع اقولها عشان خاطر ما يبقاش فال. اتخيل اتجوز عليا. اتخيل او افتكر موقف مثلا وانا في ابتدائي، لما ماما مرضيتش توديني الرحله، بس السنه اللي بعدها ودت اختي، فعيط بقى، مع اني وقتها ما عيطتش، بس عيطت السنه دي. فالموضوع مزري الموضوع مزري بجد والله العظيم. قوموا اغسلوا المواعين، قوموا. انا عارفه ان في ناس كتير زي ده اكتشفته بعدين. اكتشفته اصلا من واحده اتكلمت عليه، ممكن اكون اتكلمت عليه قبل كده على فكره، وبحب اتكلم عليه كتير، وهفضل اتكلم عليه الفتره دي كتير، عشان اللي ما شافش يشوف، واللي مش عارف يعرف، والناس تفهم نفسها اكتر. فهم النفس ده يا جماعه حاجه مهمه جدا. انا اقسم بالله انا لسه فاهمه نفسي السنه دي، اصلا اللي فاتت انا ما كنتش فاهمه مشاعري، ما كنتش بعرف اعبر عن نفسي ولا عن مشاعري ولا اي حاجه خالص. اللي بيبان للناس ان انا شخصيه بضحك وخلاص، لكن انا كل المشاعر مدفونه جوايا. من ساعه ما بدات اعبر عن مشاعري اكتر، بقيت افهم نفسي واحبها واقدرها واولع لها شمعة. بعد ما خلصنا بقى المطبخ والمواعين، حسيت ان انا محتاجه اشم ريحه غير ريحه المواعين. الشمعة دي طفايه انتيكه عندي في البيت، بس هي قشرت، فرحت عندي شمعة كده معطره حطيتها فيها. شايفين المذاكره اللي على ميكي قد ايه؟ المهم هنقعد نذاكر معاه، والمطبخ جنب الريسبشن على طول، فالريحه بقى كانت طالعه علينا بتاعه الشمعة تحفه بصراحه. اخترع الشمع ده الله يستره والله، بس مش الشمع التاني ابو 800، لا الشمع اللي هو العادي الحنين بتاعنا ده. على فكره انا عامله شمعة في فيديو ليها، ممكن تدوروا عليه هو على الصفحه، او قولوا لي لو محتاجين. شمعة معطره كانت مكلفاني 25 جنيه بالظبط، فروعه يعني. قعدت اذاكر انا وابني. المذاكره يا جماعه تقيله جدا. دي انا جوايا هنا حد بيقول لي ما خلاص يا حبيبتي لسه هتذاكري ده كله، خشي نامي اشربي لك كوبايه شاي ونامي. والجو ساقع شويه عشان شقتي بحري، فتحس ان انا محتاجه اتغطى بالكوفرته كده، اللي هو احس احساس الشتاء قوي، واكل برتقان وانام. بس لا والله قاومت، وانتوا اللي شجعتوني عشان اصور، شجعتوني، فانا بالتالي ده دوري ان انا اشجعكم. اي حد زيي قوموا وانشر غسيلك، حطي غسيلك، غسلي مواعينك، ذاكري لاولادك، اعملي اختلقي طاقه ايجابيه. يعني ايه تختلقيها؟ مثلا انا حركه توليع الشمعة دي والله بسطتني من جوايا، حسيت ان انا فاهمين قاعده في حته كده ريحتها حلوه، وفي نفس الوقت عارفين انتوا احساس الشمع ده بيحسسك ان انتي بتتغدي بره، بتتعشي بره، او في ديت عشاء رومانسي. فلا حلو لطيف. وبعد ما قعدت ذاكرت الميكي شويه، وعلمت له على الحاجات اللي يقعد يذاكرها. بالمناسبه كمان انا كنت الاول بذاكر لابني كلمه بكلمه،
انا اللي بقعد احفظه حرف بحرف وكلمه بكلمه لحد ما بدات احطه على الطريق الصحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم دمها نعمه علينا. وبقى هو يقعد يذاكر، بس انا طبعا لازم ابقى متابعه، لو ما تابعتوش اصلا ما بيقعدش. الفيديو ده حاسه ان هو بالنسبه لي مهم جدا، يا رب يكون خفيف ولطيف على قلوبكم، يبقى مهم جدا بالنسبه لكم زي هو مهم بالنسبه لي واي حد يا جماعه حاسس بالاكتئاب تغيير الفصول ده. يعني شيروا له الفيديو بجد، هيحس ان هو والله مرتاح، هيحس ان هو بيتكلم على نفسه، هيحس ان هو مستفيد. لا انا كويس، بس انا عندي اكتئاب تغيير الفصول، فهتغلب عليه. عارفين طول ما انتوا مش عارفين ما بتعرفوش تتصرفوا، والله العظيم انتوا مش بتبقوا فاهمين اصلا. طبعا ده دور غسيل كنت حطاه من قبل المواعين كده وشغلت 2 ورا بعض، مع ان ده غلط على الغسالة، بس شغلتهم عشان الدنيا كانت محتاجة تتعمل. وحطيت غيره مش هشغله دلوقتي، بس انا حطيته عشان يبقى جاهز يعني. وفي النهاية البيت ما بيخلصش وشغل البيت ما بيخلصش. فاحنا لو خدنا ريست، يعني ما ينفعش ناخد ريست. لو خدنا ريست مش عايزه اقول لكم 2-3 ساعات، يرحمكم الله هتست. لو خدنا ريست 2-3 ساعات اليوم باظ، حرفيا اليوم باظ، وفي حاجات كتير اتكركبت عليكي واحنا الخسرانين. هيجي على دماغنا بدل ما نكركب، لا يلا اصل هنعمل ايه يعني، هنعمل ايه؟ وفي الاخر هيتبقى لي برضو 2 ساعات فاضيين. هنايم العيال كده الساعه 10:30 11 او يا رب يناموا هم لوحدهم 10 ساعات، بتجيلهم من الصحيان بدري يناموا كده لوحدهم. بعد ما نايمهم اقعد انا 2 ساعات براحتي. ولعولكوا بقى شمعة ومولعلك شمعة، ما علينا ولعولكوا شمعة وهفن يا جماعة النهاردة، وبداية شتاء سعيد، وان شاء الله كلنا نبقى كويسين وبخير. اشوفكم في فيديو جديد، باي.